لما يبقى عقلك اذكى من طاقتك بتبقى دي النتيجه. اكشن. ازيك بونو؟ تخيل انك عبقري بس كل الناس شايفاك مريض. تخيل تبقى مش بس شايف اللي حواليك، لا شايف كمان جواك كل يوم بتغرق فيه اكتر. حسن مش مجرد شخصيه، دي مرايه حقيقيه لناس كتير حوالينا ويمكن ليك انت كمان. النهارده هنفكك شخصيه حسن ونعرف ايه اللي حصل في وعيه وفي طاقته وفي عقله. ركز معايا. حسن شاب عبقري، مهندس طيران وعايش لوحده، راسه مليانه افكار بس قلبه فاضي. كل يوم بيكلم والده اللي ميت من سنين وعايش بين اختراعه واحلامه وبين واقع مش بيعترف بيه، وفي الاخر بيتقال عليه مجنون. وانا فاضي اسيب مشروعي اللي هيوفر ملايين للدوله واقعد ارد على ناس بتشتمني؟ ايه الفراغ ده؟ بس هل هو فعلا مجنون ولا احنا اللي مش قادرين نفهمه؟ حسن بيعاني من حاجه في الطب النفسي اسمها اضطراب فصامي وجداني، سكيزوفرينيا. يعني حالته مزيج بين الاكتئاب والهلوسه، ارتفاع وانخفاض في الادراك. تلاقيك ما بتلبسش كلسون تحت الحاجات. لما اتكلم شخص ميت فده مش خيال عادي، محاولة لعقلك انه بيخلق دعم نفسي مش لاقيه. والده بقى هو الصديق والمعالج واللي بيطبطب عليه بس في خياله، وده طبيعي يحصل مع ناس عندها عبقريه بس ما تعلموش ازاي يوازنوا بين العبقريه والعاطفه. حسن كان شاطر في الشغل بس فاشل في العلاقات، ذكي جدا بس مش قادر يعيش. وعي حسن كان عالي جدا بس متركز في الراس بس، يعني طول الوقت في التفكير، في الاحتمالات، التحليل، الرفض لكل حاجه حواليه. مفيش طاقه نازله للقلب، مفيش احساس باللحظه، عايش في العالم بتاعه مش عايش في الواقع. لما الانسان يتعالى عن الواقع زياده عن اللزوم بيكسر نفسه، ولما يرفض الشعور بيفقد البوصله. حسن كان شايف الناس اقل منه وده خلاه وحيد، وبعدين بقى شايف نفسه اقل منهم وده خلاه مكتئب. جت بقى لحظه الاستيعاب والفوقان، اللحظه اللي طاقته قالت له كفايه بقى كفايه. كلنا بنوصل للحظه دي، لحظه بتقول فيها انا مش قادر، بس هي دي اللحظه اللي بتبدا منها رحله الوعي الحقيقيه. حسن مش مجنون، حسن مثال للانسان اللي عنده وعي اعلى من بيئته بس ما يعرفش يستخدمه. حسن جوه ناس كتير حوالينا ويمكن جواك انت كمان. لو كنت مكانه هتواجه الحقيقه ولا هتعيش جوه خيالك؟ واللي عايز نتكلم في ايه الفتره الجايه. وبس كده، شكرا. السلام عليكم.